السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منار وأكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا الأكل الجميل القمر ده. طبعا عملنا كل أنواع المحاشي، المحشي الكرنب ومحشي ورق العنب، محشي كوسة، محشي بتنجان أبيض، فلفل، لسان عصفور، سلطة. عملنا كل الأكل الجميل القمر ده. طبعا كان أوردر ده حبايبي لناس حبايبي كده. أنا قلت لهم صوروا الأكل بعد ما ترصوه إن شاء الله. طبعا زي ما قدامكم كده. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل القمر ده هيتعمل ازاي. اول حاجه كده احنا كنا حاشيين اصلا محشي. كنت عايزه احط تحت ورق العنب فراخ، شرايح فراخ زي البانيه كده او مكعبات. بدات ان انا اشوحها، طبعا شوحتها كده ان انا احمرها عشان لما اجي ارصها تحت ورق العنب. طبعا جبت الحله كده، حطيت فيها شرايح بصل، شرايح فلفل الوان، شرايح طماطم. وحبيت ان انا ارص كده الفراخ رصه فراخ داير ما يدور كده فوق بعضها عشان لما تقلبي الحله تلاقيها شكلها جميل. لو عملتيه باللحمه كذلك برضو هتشوحي اللحمه وتحمريها عشان لما تيجي تقلبي الحله تلاقي اللحمه او الفراخ متحمره، تلاقيها جوسي كده وتلاقيها جميله. وادي محشي ورق العنب. طبعا انا حشيته قبل كده كتير قدامكم، وكتير عملت الخلطه بتاعته معاكم. والتركات بتاعتها طبعا. وانا ان شاء الله هحط لكم كل الفيديوهات بتاعت المحاشي، كل انواع المحاشي في صندوق الوصف. واللي حابب يشوف الخطوات اول باول من الالف للياء هيدخل القناه ويجيب الفيديوهات اللي انا عاملاها قبل كده بكل خطواتها بطريقه سهله وبسيطه وكل ملحوظاتها. وبدات ان انا ارص كده وكل رصه مختلفه عن التانية. عارفين ليه؟ علشان خاطر لما تيجوا تقلبوا حله ورق العنب الرصه بتاعتها ما تتبهدلش وتقع منكم وانتوا بتقلبوها في الطبق. رصه كده بالطول ورصه بالعرض، بحيث ان لما تيجي تقلبي تلاقي الرصات فوق بعضها. وادي الكرنب برده حشيته زي ما قدامه كده. وادي الفلفل برده. كل الخطوات ان شاء الله هحطها لكم في صندوق الوصف بالفيديوهات بتاعتها ان شاء الله. وادي محشي البتنجان ده كله بقى خالص كده. ده انا عملته قبلها بيوم. لازما ما اعمل المحاشي كلها طبعا لما يكون عندي اوردر فبحشي الحاجات دي قبلها بيوم. وتاني يوم بقى ان انا ابدا بقى ان انا اولع اللحمه، اسوي اللحمه علشان خاطر ان انا اخد الشوربه بتاعتها، او اسوي الفراخ اخد الشوربه بتاعتها وازود منها المحاشي. بدات ان انا احط كده معلقه صلصه ومعلقه هريسه الشطه برضو. وحطيت شويه زيت، وحطيت كوبايتين شوربه بس، مجين شوربه. وزقيت حله المحشي الكرنب كده وحطيتها على النار. جبت كده حوالي نص كوبايه ليمون ومعلقتين دبس رمان ومعلقتين صلصه. وحطيت شويه توابل. وحطيت 3 كوبايتين، لا كوبايتين برضو شوربه. شايفين البوله صغيره اصلا، البوله صغيره. بدات ان انا اسقي كده بورق العنب. لازم دبس الرمان يا حبايبي لانه بيديله مزازه وبيديله طعم مميز كده. وسبحان الله بيبقى المحشي جوسي كده وجميل. جربوها. بدات ان انا احط طبعا ملح على وش الخضار ده عشان الخضار طبعا ما فيش ملح. بتنجان طبعا الابيض قبل ما تحشيه بعد ما تفرغيه من قلبه، دي ملحوظه عايزه اقولها. لازم تشوحيه في شويه زيت قبل ما تحشيه عشان ما يجلدش معاكي. ده ملحوظه مهمه كنت عايزه اقولها لكم. الحاجة الوحيدة اللي في المحاشي البتنجان لازم يتشوح قبل ما تحشيه بالرز بالخلطة بتاعته. وحطيت كده معلقتين صلصة، ضروري جدا معلقتين الصلصة دولت، لان بيخلي لون المحشي بعد ما بيستوي لونه رهيب، بيخلي لونه جميل، بيفتح النفس بصراحة. وزي ما قدامكم كده هي العين بتاكل قبل البق. قبل الاكل ما يدخل الفرن شكل الاكل شهي ما شاء الله، شكله جميل ما شاء الله. وكل ما بتعملي اكلك بحب، دايما انا بذكرها في الفيديوهات، دايما اعملي اكلك بحب كل ما اكلك يطلع تسلم ايدك. كده حطيت الشوربه وبدات ان انا اغطيه بالسلوفان ودخلته الفرن. جيت بقى ان انا اجهز كنت بسوي الفراخ طبعا. بدات ان انا احط كده بصل وفلفل الوان وشرايح طماطم، شرايح بطاطس، وتبلتها بتوابل وملح وبهر وقلبتها تقليبه كده حلوه كده. وبدات ان انا افردها في الصينيه. الخطوه دي جميله جدا. بدل ما تعملي صينيه بطاطس، لا الخطوه دي جميله. حط عليها كوبايتين شوربه بقى كده. ولما المحشي يطلع من الفرن القوارب ان شاء الله هنحط الصينيه دي تستوي شويه على ما الفراخ تكون استوت.
ما قربت تستوي كده هبدا ان انا احط الفراخ. وادي المحشي طلع، وادي منظره كان في الفرن، وادي منظره بعد ما خرج من الفرن. حمر ده وشه، شايفين معلقتين الصلصه دول بيفرقوا كتير في المحشي. وادي صينيه شويه الخلطه اللي انا عاملاها، البطاطس مع البصل طبعا عشان احط عليها الفراخ. هسيبها تاخد نص سوا كده وتكمل بقيه سواها مع الفراخ. وادي محشي الكرنب. التركايه الحلوه بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله. طبعا التركايه الحلوه دي ان انا حاطه العروق بتاعه الكرنب على وش المحشي، عشان طبعا ما يفرطش رز ولا اي حاجه، دي احسن من الطبق واحسن من الصينيه. وادحت شويه زيت، حركه مهمه جدا، حركه جميله في المحاشي اعمليها. يدح شويه زيت في الاخر، بتخلي المحشي بيلمع. زبده بتخليه روعه، بتخلي شكله جميل، الطعم روعه. يدحوهم وحطوهم سواء محشي كرنب او محشي ورق عنب، بتفرق كتير ما شاء الله. وادي شكل المحشي. وادي كده جبنا، ادي صينيه شويه الخلطه اللي احنا عاملينها البطاطس بالبصل طبعا. جبت بقى معلقتين صلصه، شويه زعتر، شويه بهارات، شويه ملح مبهر. وبدات ان انا اخرج كده الفراخ من الشوربه، وبدات الخلطه الجميله القمر دي، ودوق معلقه دبس رمان على فكره حطيت. وهنبدا بقى ندهن كل كميه الفراخ اللي عندنا دي بسم الله ما شاء الله. دولت كانوا 3 فرخات ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بالف هنا والشفا على قلوب صحابي يا رب. انبسطوا جدا من الاكل ما شاء الله. قالوا لي تسلم ايدك يا ام منار، والله يحسن ما بين ايديكي. بصراحه كانوا مبسوطين قوي. دخلتها تحت الشوايه طلعت بالمنظر الجميل القمر ده. شايفين منظر الفراخ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، جميله جدا. الريحه بقى ما اقولكوش، ريحه الزعتر بقى بيخليها طعمها روعه وتحفه، عامله زي الفراخ المشويه. وادي كده جبت القوارب بقى عشان نرص الاكل. طبعا اول حاجه كده هحط بطاطس تحت الاول. فرت كده، كنت مقطعه كزبره وشبت. آم، وبدات ان انا اخد شويه بطاطس من كل قارب، وارص شويه الفراخ وحواليها المحاشي اللي عندنا. وطبعا برضو محشي ورق الكرنب طبعا فضيته في قوارب لوحده. وزي ما قدام كده يا حبايبي، ده الاكل ومنظره كان يشهي ما شاء الله. شكله جميل ما شاء الله، بالف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، واي حد عايز يطلب اي حاجه في الفيديوهات يطلبها. لقيت برضو ان انا ازين كده المحشي ورق الكرنب كده بالكزبره، جميل جدا. وغلفت كده اكلي. وادي شكل الاكل ومنظره. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. وهقول لكم بقى انا برضه هحط لكم شويه صور من الاكل اللي انا عاملاه قبل كده، اكلات مختلفه. وهقول لكم يلا باي.